الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب لما شغل عن صلاة العصر بسبب حصار الكفار لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن صلاة العصر. وهكذا نقول نحن: ملأ الله قبور وبيوت الحوث نارا كما شغلونا عن شهر رمضان. فإن الرافضة قد شغلوا أهل الإسلام عن هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، فملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما قال عليه الصلاة والسلام. فكثير منا قد انشغل عن هذا الشهر بهؤلاء الرافضة، ونرى قلة إقبال على قراءة القرآن وعلى العبادة في هذا الشهر. فمن الناس من انشغل عن الخير أو عن قراءة القرآن وصلاة التراويح بجهاد الرافضة، تراه في الجبهات، فهذا صاحب خير عظيم. ولكن العجيب أن ترى بعض الناس ليس بهذا ولا بذاك، لا أنه في قراءة القرآن وفي دعاء الله وفي الطاعة، ولا أنه في جبهات القتال. ما بك يا أخي؟ قال: قلبي فيه غم وفيه ضيق، لا أستطيع قراءة القرآن، شغلني الحوثة. بماذا شغلوك؟ أنت لا تستطيع أن تجاهد، عندك عذر مثلا، أو لم تذهب، فاشغل نفسك في الخير والطاعة. إذا كان في قلبك ضيق، الله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا كان في قلبك ضيق وفي قلبك هم وحزن، إذا أردت أن يذهب هذا، عليك بقراءة القرآن وبذكر الله سبحانه وتعالى، فإن هذا القرآن يزيل هم القلب وغم القلب، هذا هو القرآن. وهكذا طاعة الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة. والله عز وجل يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. فعليك أن تجاهد نفسك. في القلب ضيق، نعم، فيه كرب، نعم، لكن جاهد نفسك على فعل الطاعة وعلى فعل الخير وعلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. غزوة بدر كانت في شهر رمضان، فتح مكة كان في شهر رمضان،
فعليك أن تجاهد نفسك على طاعة الله، وأن تبعد هم القلب وغم القلب بذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جرب تذكر الله عز وجل حين أن يأتيك الهم والغم، ترى راحة في القلب. تدبر معاني الآيات، تدبر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تجد حلاوة واطمئنان في القلب، لأن الله عز وجل هو الذي يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وتبادر إلى فعل الطاعات لأنها تريح القلب. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فجاهد قلبك وجاهد نفسك، وادفع هذه الهموم والغموم بالأوراد والأذكار الشرعية، وبقراءة القرآن، وبدعاء الله سبحانه وتعالى. انظر كيف كان الصحابة وكيف كان السلف يعالجون مثل هذه الأمور بطاعة الله سبحانه وتعالى وبذكر الله سبحانه وتعالى. هكذا نعالج انشغال القلب، فهذا هو العلاج الرباني، هذا هو العلاج النبوي الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام. فلا نشغل أنفسنا بالقيل والقال وننشغل عن هذا الشهر المبارك. من انشغل عن قراءة القرآن وكان في الجبهات فهو على خير عظيم، فالحاجة ماسة هناك. ولكن العجب أن ترى أناسا قاعدون لا انشغلوا لا بهذا ولا بهذا.